اكيد يا جماعه تذكروا زمان لما كانوا اجدادنا ابائنا يصوروا بنوع من انواع الكاميرات اللي يحط كذا داخلها رول وبعدين يبدا ياخذ لقطات. بعد ما يكمل ياخذ اللقطات هذه يروح لمحل او لا مكان، هذا المكان يظبط الصوره، بعدين تخرج لنا كذا بورقه كذا صوره صغيره. الناس زمان كانوا كذا يصوروا، كانوا يصوروا الفيديوهات، كانوا يصوروا الافلام، كانوا يصوروا الصور، كله بهذه الطريقه. فدائما في شكل كذا محدد للافلام القديمه، اللقطات القديمه، الذكريات حقنا. هذا الشكل نحاول نوصل له بالكاميرات تبعنا الجديده، بس مع الاسف كل شيء واضح زياده عن اللزوم، كل شيء بيرفكت، كل شيء ما فيش اي غلطه فيه. في برنامج هو حسب علمي اقرب شيء ممكن يوصلك الى هذاك الشكل، شكل الفيلم. زي ما تشوفوا هنا في فيديو صورته، على نشتي نحاول نخلق اللوك هذاك او الشكل هذاك المحدد للفيلم. نفعل ادجستمنت له، نحطه فوقه، وبعدين نروح ندور على الاب ديهانسر. على طول اول شيء بيبدا يسوي لك اشياء، بس انت اول حاجه ضروري تظبطه. تروح اول شيء عند الانبوت على حسب، يعني مثلا اذا كاميرتك ما تصورش لا لوج ولا يعني اي حاجه كذا جراي، حاجه كذا رماديه مسطحه، تختار هذا ريك 709. بس اذا كاميرتك فخمه من الكاميرات اللي يصوروا حلو، تفعل تشوز كاميرا، بعدين تروح تختار كاميرتك بالضبط اي شيء هي الكاميرا اللي صورت فيها، بلاك ماجيك، هاري اليكسا، سونيز، ريد، كلهم موجودين. فتختار كاميرتك وتروح على طول عند الفيلم. هنا الفيلم انتم لو تلاحظوا كان في انواع محدده، الكاميرا، بعدين معك الكرتون الصغير هذاك اللي فيها الافلام، في هذاك الدوائر اللي كذا السوداء تذكروها، هذا يقول لك الانواع الافلام اللي موجوده، انواع افلام كثيره. فانت تختار مثلا هذا الشكل، هذا الشكل، هذا الشكل، هذا الشكل، في كثير اشكال وفي كثير انواع. خلينا نقول انا بختار هذا الشكل مثلا ستيل 800. انا بحاول امشي لكم على الاشياء اللي انا اسويها شخصيا. يعني البرنت هذا يدي لك فيه اكثر من لوك، في اللي هو اللينير العادي اللي هو بس الفيلم ستوك اللي استخدمته، ولا في هذا البرنت الطبعه اللي يطبعوها نفسها. احب هذا اللوك، يعني جربت انا الثلاثه. هذا حبوب، الفوجي كمان حلو، الاشياء اللي حلوه، بس اكثر حاجه احبها اسمه الكوداك هذه. وبعدين على طول اروح لوين عند الفيلم جرين. الفيلم جرين هنا الحلاوه في اي شو، ما هوش اللي هو تحطه بس كذا وتروح. يعني خلينا اقرب لك. هنا معانا الهايلايتس، هنا معانا الميدتونز مثلا، هنا الشادوز. اول شيء هذا الاشياء الطبيعيه، السايز مش عارف ايش، الاماونت. مثلا انت ما تحبش مثلا انه يكون الشادوز في كثير جرينز، فتحاول تنقص. لو تلاحظ عند الشادوز يكون اصفى من البقيه. الشادوز كيف رجعت من غير ما تاثر على الصوره كامل، ما هوش انه كذا بوف تحطه بعدين تغير البلندنج مود سكرين ولا شيء. هذا ياثر على الصوره على حسب الاشياء اللي انت تاثر عليها. الان من الاشياء المره مهمه الهيليشنز. هذا اي شو كان نوع من انواع الايش الغلطات اللي تحصل بالفيلم. كان الضوء يدخل يضرب لك على اماكن اللي هي مضويه بطريقه تخليه في تاثير كذا معين. الان بوريكم. شوف الاضواء كيف تروح ترجع، كيف تضوي الاشياء الحمراء اللي حولها. الان نشوف وين التاثير الان حاصل. شوف موجود هنا عند الشجر، موجود هنا شويه عند الاضاءات. ركز عند الشجر هنا، ركز عند الجامع وهذه الأماكن. شوف لما طفيه، شوف اللوك حلو هنا. أنا ما أقولش إنه مش حلو، جميل جدا، بس في هذاك الإحساس، في هذاك الشيء الجميل اللي يطلع بالفيلم. بالعادة تشوف بالأفلام القديمة، بالصور القديمة، هذه من أكثر الأشياء اللي أحبها. وطبعا في الناس اللي يعرفوا البروميس فلترز والديفيوجن فلترز على طول كلها. في حاجة يسمونها هنا بلوم كمان لطيفة، هي حاجة بسيطة بس. يعني تلاحظ مثلا هنا عند الشجر، أنا ما أحب أزود هذا كثير، تلاحظ انه في بس كذا لمسه خفيفه. بس انا عن نفسي الاشياء اللي احب استخدمها قلت لكم البلوم، الهيليشن، الفيلم جرين، البرنت والفيلم. اقرب شيء يعني تخيل خلي احنا شوف بس هذه عيونك، شوف هذا الصوره، هذا اللي التقطب الكاميرا حقي لطيف حبوب، ما فيش اي حاجه مش كويسه. هذا بعد يا عزيزي حاجه فانتاستيك. فالحين نجرب على فيديوهات كمان ثانية أنا صورتها، وهلا إحنا نشوف كيف بيطلع شكله. يعني طبعا مرة لو تلاحظ هنا مرة كثير الموضوع. فمثلا الهيليشن وننزل الجلو، خلي حاجة بسيطة بس. هنا كمان كثير. بس شوف اللوك، شوف الشكل كيف يطلع، قبل بعد هنا خارج، قبل بعد هنا المكان هذا. شوف اللوك، شوف الحلاوة، شوفها قبل بعد
يعني أنا بالنسبة لي هذا البلجن هذا البرنامج حاجة مرة حلو. يعني الناس اللي يحبوا اللوك هذا، الناس اللي في عندهم رغبة بأنهم يخلقوا هذا اللوك، هذا البرنامج أعتقد أنه أحسن شيء موجود حاليا في السوق. وطبعا توضيح مهم، دي هانسر مش دافعين لي ولا ريال، أنا أحب البرنامج هذا قبل ما أتكلم معهم، قبل ما أتكلم مع بعض، قبل كل شيء بالحياة. أنا اللي سووه لي قالوا الناس اللي بيجوا عن طريقه بندي لهم تخفيض 10% لو استخدموا الكود حقك. بس هذا رأيي الشخصي، وأنا كنت أحب البرنامج أصلا من قبل. فإذا عجبكم تحت اللينك ادخل واشتري البرنامج، وأتمنى لكم لقطات من الحلاوة هذه. مع السلامة.